شنو أفضل وأسوأ تقسيمة تمارين للمبتدئين؟ اليوم برتب 5 من أشهر التقاسيم اللي نستخدمها بالنوادي، من اللي تبني العضل بأسرع طريقة ممكن إلى اللي راح تضيع وقتنا وتخلينا نترك النادي قبل ما نشوف أي نتيجة. بآخر الفيديو بحط عامل جدا مهم اللي هو الاستدامة، عشان نعرف أي تقسيمة تعطينا أفضل النتائج بأقل فرصة إن إحنا نمل ونهد النادي. عشان التقسيمة اللي أنا قاعد أقيمها ما تطلع في آخر اللستة، لازم تاخذ نقاط عالية في اللي أنا أسميه مؤشر النمو الذكي، وهذا المؤشر مبني على أحدث الأبحاث في علم التدريب. أهمها دراسة نشرت سنة 2025 في مجلة سبورتس ميديسن من الباحث جوشوا بيلند وفريقه. حللوا 67 دراسة و2058 متدرب عشان يفهمون العلاقة بين التكرار والحجم والنمو العضلي. مؤشر النمو الذكي يقيس 3 عوامل مهمة. أول شيء النمو العضلي، ايش كثر التقسيمة تبني حجم وكثافة عضلات. ثاني شيء القوة وإتقان الحركات، ايش كثر تزيد أرقامنا بالبنش، السكوات، الديد ليفت، وش كثر نقدر نتقن هالحركات بسرعة. وثالث شيء وهذا اللي كل الفيديوهات الثانية تتجاهله، الاستدامة، ايش كثر نقدر نكمل على هالتقسيمة بدون ما احنا نمل او ننكسر او تحوشنا إصابة. لأن أحسن تقسيمة على الورق ما تسوي فرق إذا هديناها بعد 14 أسبوع. نبدي بأول تقسيمة، بوش بول ليجز 3 مرات بالأسبوع، تقسيمة كلاسيكية، يوم دفع، يوم سحب، ويوم أرجل. الميزة الوحيدة في هالتقسيمة راحة، 3 أيام بالأسبوع بس، سهلة على الجدول، كل جلسة تحسها كاملة. لكن في مشكلة كبيرة، كل حركة أساسية ندربها مرة واحدة بالأسبوع بس. البنش بريس مرة بالأسبوع، السكوات مرة بالأسبوع، والديد ليفت مرة بالأسبوع. دراسة بيلند في 2025 اللي ذكرتها قبل شوي شفت شيء مهم، التكرار الأسبوعي يأثر على القوة أكثر وايد من التضخيم، وكل ما دربت الحركة مرات أكثر في الأسبوع تقدر تقوى أسرع وتتقنها أسرع. يعني إذا أنتم مبتدئين وقاعد تعلمون السكوات تسوونها مرة بالأسبوع، يعني تبطئون عملية إتقان الحركة بشكل واضح، والإتقان هذا هو اللي يفتح علينا باب التقدم على المدى الطويل. هل هي قابلة للاستمرار؟ هل هي مثالية للمبتدئين؟ لا. وعلى المؤشر النمو الذكي راح أعطيها 6.1 من 10. التقسيمة اللي بعدها وهي أكثر تقسيمة منتشرة بالنوادي بالخليج، برو سبليت، يوم صدر، يوم ظهر، يوم أرجل، يوم أكتاف، ويوم أذرع. خلوني أكون صريح وياكم، أنا مو هني أقول لكم أن البرو سبليت علميا يبني عضل أقل. لما الحجم الأسبوعي يكون متساوي، الأبحاث تقول أن التضخيم بين السبليتات وغيره متقارب بشكل كبير. لكن المشكلة مو في النظرية، المشكلة في التطبيق الفعلي. 3 مشاكل حقيقية بالبرو سبليت للمبتدئ. أول شيء الحجم الزائد أو الجونك فوليوم. لما نسوي 20 جولة متواصلة لعضلة واحدة، أدائكم بالتمرين الثالث والرابع ينهار. كثر من هالجولات هذه تصير مضيعة وقت، لأن العضلة ما قاعد تعطي مجهود حقيقي. ثاني شيء كل حركة أساسية مرة بالأسبوع، البنش بريس، السكوات مرة، الديد ليفت مرة، ومثل ما قلنا هذا يبطئ إتقاننا وقوتنا. وثالث شيء وهذا الأهم، البرو سبليت سووه لمحترفين كمال الأجسام بالسبعينات اللي كانوا يستخدمون منشطات ويتدربون 3 ساعات باليوم ويأكلون حوالي 5000 سعرة حرارية مدروسة. احنا مو أرنولد. على المؤشر النمو الذكي راح أعطي هالتقسيمة هذه 4.9 من 10 آخر القائمة. والحين ننتقل لتقسيمة تعتبرها السوشيال ميديا الخيار المثالي للجادين، البوش بول ليجز 6 مرات بالأسبوع. على عكس البرو سبليت اللي تدرب كل عضلة مرة بالأسبوع، هالتقسيمة تدرب كل عضلة مرتين. هذا على الورق أحسن بوايد. ميتا أناليسيس الجديد من 2025 لبيلند أكدت أن الحجم الأسبوعي هو المحرك الأساسي للنمو، مع أفضلية واضحة بين 10 إلى 18 جولة بالأسبوع لكل عضلة. وهالتقسيمة تسمح لك توصل لهالعدد بسهولة. فمن ناحية بناء العضل تقييم ممتاز 9 من 10. لكن هني تصير المشكلة، 6 أيام بالأسبوع للمبتدئ كارثة. دراسة نشرت هالسنة تتبعت 522 ألف مستخدم لتطبيق رياضي. النتيجة بس 18% من المبتدئين كانوا مستمرين بعد 6 شهور. متوسط الترك 14 أسبوع. كل ما كان الشيء اللي لازم نلتزم فيه أكبر، كل ما كان الاحتمالية ان احنا نهد هالشيء أعلى. نضيع جلسة ينهدم هيكل التقسيمة كلها، حشنا إصابة، خسر أسابيع طويلة. على الورق هالطريقة ممتازة، لكن بالواقع مو ممتازة للمبتدئين. المؤشر النمو الذكي للمبتدئين راح أعطيها 6.5 من 10، لكن كلاعبين متقدمين 8 من 10. وهني يصير الموضوع مثير جدا، لأن باقي عندنا تقسيمتين، وواحدة منهم هي التقسيمة اللي أنا شخصيا أرشحها لكل مبتدئ أدربه. لكن السؤال يطرح نفسه، هل راح تصمد أمام آخر تقسيمة في القائمة ولا بنلاقي شيء أحسن؟ خلونا نشوف. رابع تقسيمة الأبر لور 4 مرات بالأسبوع، يومين للجسم العلوي ويومين للجسم السفلي. على عكس البوش بول ليجز اللي هي 6 مرات بالأسبوع اللي تحتاج 6 أيام تمرين وتحطم استمراريتنا، هالتقسيمة تدرب كل عضلة مرتين بالأسبوع.
بالاسبوع لكن بيومين اقل في الاسبوع. من ناحيه النمو العضلي ممتازه، لان نقدر نسوي 12 الى 15 جوله لكل عضله اسبوعيا، وهذا في منطقه الكفاءه العاليه حسب بيلند ب 2025. ومن ناحيه القوه خياليه، لان كل حركه اساسيه ندربها مرتين بالاسبوع، وهذا يعطينا وقت كافي لاتقانها وان نزيد فيها بالتدريج. لكن 4 ايام للمبتدئ للحين فيها ضغط. يوم الارجل ياخذ منا وقت طويل للتعافي، والجدول اصعب من ال3 ايام. مؤشر النمو الذكي اعطيها 8.5 من 10، لانها تحل اغلب المشاكل اللي مرينا فيها بالتقاسيم اللي طافوا. لكن هل هذه هي التقسيم اللي ارشحها للمبتدئ؟ لان باقي عندنا اخر تقسيمه والاهم بالفيديو، الفول بودي 3 مرات بالاسبوع. ندرب كل عضلات الجسم في كل جلسه 3 ايام مع يوم راحه بين كل تمرين. ادري شنو قاعد تفكرون، 3 ايام بس هذا ولا شيء. خلوني اوقفكم. الكليه الامريكيه لطب الرياضه، وهي اكبر جهه علميه معتمده في تدريب القوه عالميا، لها توصيه رسميه واضحه ان المبتدئ يدرب كامل الجسم مرتين الى 3 مرات بالاسبوع. هذه توصيه رسميه مبنيه على سنين من الابحاث. ليش؟ بسبب شيء اسمه استجابه بناء البروتين العضلي او البروتين سينثيسيس ريسبونس. كل ما ندرب العضله الجسم يفتح نافذه نمو تدوم تقريبا حوالي 48 ساعه، والتدريب 3 مرات بالاسبوع تبقى هالنافذه مفتوحه طول الاسبوع. لكن هذا الكلام نظري. السؤال الحقيقي، هل فعلا تعطي نتائج افضل؟ شوفوا دراسه ايفانجيليستا 2021 اختبرت الشيء هذا مباشره. 67 متدرب مبتدئ قسموا لمجموعتين بنفس التمارين بنفس عدد الجولات على مدى 8 اسابيع. المجموعه الاول سوت سبليت طبيعي والثانيه فول بودي. النتيجه مكاسب متطابقه في القوه والتضخيم، نفس الزياده بالبنش، نفس الزياده بالسكوات، ونفس النمو بالعضلات. يعني المبتدئ فول بودي 3 مرات بالاسبوع يعطينا نفس النتائج اللي تعطيها السبليت الثانيين، لكن بنص الايام في النادي. وعلى مؤشر الاستدامه هذه التقسيمه ما لها منافس. 3 ايام بالاسبوع مستحيل نطول، وللحين عندنا وقت للدوام، للعائله، ولجميع مهامنا اليوميه. يعني ما نعيش بالنادي ونشوف اغلب النتائج اللي يعيشون بالنادي يشوفونها. على مؤشر النمو الذكي اعطيها 9.1 من 10، الاولى بجداره للمتدربين المبتدئين. لكن اذا انت كنت متدرب متقدم ما ارشح هذه كالمرتبه الاولى، ارشح الابر لور 4 مرات بالاسبوع او البوش بول ليجز 6 مرات بالاسبوع. وهذا هو الترتيب الاخير للتقاسيم ال5 على مؤشر النمو الذكي. الفول بودي 3 مرات بالاسبوع تفوقت على كل العوامل، النمو العضلي، القوه والاستدامه، وموحى الوسط الاجابه الصحيحه من اي زاويه يقيسها العلم المبتدئين. وشوفوا انا ما راح اقص عليكم، انا ما اتدرب على الفول بودي 3 مرات بالاسبوع، انا اتمرن على تقسيمه وايد اصعب من كذي فيها ايام تمرين اكثر، لاني متدرب لي اكثر من 10 سنوات. وبالنهايه انا احب الرياضه وما قاعد اسوي هالشيء بس عشان النتائج. لكن لو ارجع الى البدايه وهدفي كان بس النتيجه بدون حب للنادي، هذه التقسيمه اللي كنت راح اختارها، الفول بودي 3 مرات بالاسبوع. وهذه التقسيمه اللي ارشحها تقريبا لكل مبتدئ يبدي معنا في ونافم. ابدا بالفول بودي 3 مرات بالاسبوع لي تقريبا 4 الى 6 شهور، ولما اشوف ان البنش السكوات والديد ليفت وقفونهم يتطورون ابدي ازيد كثافه التمرين عشان نكمل ونشوف نتائج. وهذا الطريق الصحيح، مو معقد بس يحقق نتائج صجيه. واذا تبون تسهلون على نفسكم الطريق وتختصرون جميع المشاكل هذه، تقدرون تحجزون مكالمتكم الاستشاريه بالرابط اللي تحت. بهالمكالمه هذه ناخذ جميع اهدافكم والعقبات اللي مريتوا فيها من قبل، ونبني الخطه للفتره القادمه. وهالخطه هذه تكون مبنيه على شخصيتكم انتم وعلى اهدافكم اللي انتم حاطينها. وطبعا ما نسوي شيء يحرمنا من الاكل، ودائما ناكل الاكلات اللي احنا نحبها ونشوف النتائج. فاذا انتم جاهزين انكم تبدون وتشوفوا النتائج حقيقيه، الرابط موجود في البايو اللي حجز مكالمتكم. وبالنهايه شكرا انكم وصلتوا لاخر الفيديو، لايك واشتركوا بالقناه اذا تبون تشوفون فيديوهات اكثر مثل هذه، وفعلوا الجرس عشان تكونون اول من يدري بالفيديو الجاي، ونشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله.